السلام عليكم، اخباركم يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. ايه رايكم؟ وصفه النهارده او فيديو النهارده هيكون عن الفطير الشرقي، وهنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه وهتعجبكم باذن الله. بس تابعوا الفيديو للاخر. يلا بينا نشوف المقادير ايه وطريقه التحضير ايه. بس يا ريت بعد اذنكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوها عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. يلا بينا نشوف المقادير ايه وطريقه التحضير ايه. اول حاجه عندنا في المقادير 3 كوبايات من الدقيق جميع الاغراض، عليه رشه من الملح ومعلقه صغيره من السكر. هننزل بقى عليه بالميه شويه بشويه لغايه ما تتكون معايا عجينه طبعا مش بتلزق، مطاطيه. زي ما انتوا شايفين اهي. خلصتها، قسمتها لكورتين هسيبهم يرتاحوا. بعد ما ارتاحوا جبت اول واحده وفردتها قدام حضراتكم. طبعا كل ما تسيبيها ترتاح تتفرد معانا بكل سهوله. طبعا المعروف ان احنا بنفرد الفطير الشرقي وبنحط عليه الحشوه واحنا حاطينها على الرخامه ونيجي ننقلها بقى في الصينيه تتقطع معانا. انا الصراحه عملت كده تركايه جميله جدا هتخليها ولا تتقطع معانا ولا اي حاجه. جبت الصينيه دهنتها زي ما انتم شايفين، وجبت بقى الزبده او السمنه الموجوده عندنا دهنت بيها الفطيره زي ما حضراتكم شايفين. جبت بقى الصينيه وحطيت عليها الفطيره زي ما حضراتكم شايفين وسبت اطرافها من بره. جبت بقى الحشوه. انا طبعا الفطيره دي هحشيها بقى سجق. السجق ده انا قلياه ومقطعاه طرنشات زي ما حضراتكم شايفين. حطيت جبنه الاول وبعد كده السجق، وحطيت بقى طبعا فلفل مكعبات وطماطم وزيتون، وحطيت على وشها برضو جبن عشان الحشوه تبقى متماسكه مع بعضها. جبت بقى الجنب ده على الفطيره زي ما حضراتكم شايفين ودهنتها، والتانية برضو زي ما انتم شايفين. التركات دي خلت معانا الفطيره متماسكه ومش متقطعه معانا ولا اي حاجه. ودهنت وشها. انا طبعا حطيتها في الفرن وشمعت وبعد كده طلعتها وحطيت عليها على وشها طبعا جبن زي ما حضراتكم شايفين كده. طلعت ما شاء الله جميله جدا وروعه. بسم الله ما شاء الله. انا طبعا الكرة التانية عملتها طبعا بحشوة لحمة مفرومة. الكرة التانية بس ما حبيتش ان انا اطلعها، طبعا مش عايزة اطول معاكم الفيديو لان هي نفس الخطوات ونفس التكنيك زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بس انا مش حاطة عليها وشها جبن ولا اي حاجة وطلعة جميلة جدا. كده احنا وصلنا لاخر الفيديو. يا رب يكون الوصفة عجبتكم. لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. اهم حاجة دوسي على زر الكل عشان يوصلك كل جديد باذن الله. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.